السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك للنادي الأهلي. ألف مبروك للنادي الأهلي صعوده للدور نصف النهائي في كأس العالم للأندية المقامة في المغرب بعد فوزه على سياتل الأمريكي النهارده 1-0. ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مبروك صعوده للمباراة النصف نهائية للمرة الخامسة، المرة الخامسة في تاريخه في كأس العالم للأندية. النادي الأهلي النهارده عمل ملحمة بفوزه على سياتل الأمريكي 1-0 بعد مباراة قوية جدًا، مع إن مع إن كولر ابتدى المباراة بتشكيل غريب عن المباراة اللي فاتت كليًا، غريب. كل خط الأمامي، كل خط الهجوم غيّره، غيّر محمد شريف، غيّر حسين الشحات، غيّر يعني بطريقة غريبة جدًا. النهارده ابتدى بطاهر محمد طاهر وكهربا وبيرسي تاو. طبعًا كانت مفاجأة للكل، مفاجأة للكل، وعشان كده فقدنا نُص الملعب وفقدنا الكورة والاستحواذ في الشوط الأول، وكان يعني لعبنا على الجون صفر. يعني الشوط الأول ما كانش فيه كورة on target خالص، ما فيش كورة بين القائمين، ودي كانت حاجة غريبة جدًا فعلًا. بعد كده مارسيل كولر ابتدى إن هو يرجع للمباراة، وكمان ساعد إن اللياقة البدنية للنادي الأهلي ساعدته إن هو واقف على رجله. فعلًا عمل 3 تغييرات دفعة واحدة، محمد شريف، محمد مجدي قفشة، وأحمد عبد القادر. بمجرد ما نزلوا رجّعوا الاستحواذ للنادي الأهلي. عمل الصح كولر بعد ما كان عامل الغلط ومش عارفين مبرره إيه. هو كان بيلعب كده إن هو عايز يضعف من يعني اللياقة بتاعة سياتل الأمريكي. إحنا مش عارفين، يعني ما كنتش عارف ليه أنت ابتديت وِحِش مع إنّك أنت نهيت كويس في ماتش أوكلاند سيتي، وكان ده التشكيل اللي فعلًا لازم تبتدي بيه. محمد شريف ما كانش يقعد، أحمد عبد القادر ما كانش يقعد، بيرسي تاو ما كانش يبتدي، وكهربا برضه ما كانش يبتدي ياخدوا جزء من الماتش. إنما الحمد لله، الحمد لله إن الأهلي يعني الحمد لله الحظ خدمه في كورة مجدي قفشة، إن الكورة تخبط في رجل المدافع الأمريكي وتخش على شمال الحارس. فعلًا النادي الأهلي النهارده يعني صعد من عنق زجاجي زي ما بيقولوا، عشان يقابل ريال مدريد. ريال مدريد في النصف النهائي لكأس العالم للأندية المقامة بالمغرب. ألف مبروك للنادي الأهلي بعد طبعًا معاناة. كولر كان برضه يعني ما ابتداش المباراة البداية الصح، ولكن نهاها النهاية الأصح. النهاية الأصح هي فعلًا كانت عنوان المباراة النهارده. الحمد لله رب العالمين. بنشكر ربنا سبحانه وتعالى إن استجاب لدعوات ملايين مشجعين طبعًا الأهلاوية والمشجعين المصريين، إن النادي الأهلي صعد لمباراة النصف النهائية للمرة الخامسة في تاريخه. إنجاز كبير جدًا، 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 جدًا بيتحقق على الأراضي المغربية. الأهلي فعلًا عالمي. الأهلي يعني سفير للكرة الأفريقية، يعني خير سفير للكرة الأفريقية فعلًا. الهلال وصل، النهارده كسب الوداد بركلات الجزاء. فكده هيبقى النصف نهائي ما بين الهلال وفلامينجو البرازيلي، وما بين الأهلي وريال مدريد الأسباني، في مباراة القرن الحقيقية، مباراة ناديين القرن عفوًا، عفوًا، ناديين القرن الحقيقيين. إحنا في انتظار إن شاء الله المباراة الكبرى اللي بين الأهلي وريال مدريد، وإن شاء الله تنتظرونا في كل ما هو جديد على قناتكم. وما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.